كاي كان الشخص الوحيد في البلد كلها اللي قدر يصحي فئة نادرة من الرتبة اس، ولكن بدل ما اهله يفرحوا بيه ابوه وامه سرقوا منه سلالته بالقوة ونقلوها لاخوه الصغير ريكس. بعدها الكل بدأ يسخر منه، حتى زميلته المتفوقة اللي كانت ناوية تتعاون معاه سابته في لحظة، وده لان كاي بعد ما خسر سلالته بقى مجرد ساحر من الرتبة دي، اضعف رتبة موجودة. اما ريكس فبقى العبقري المدلل بعد ما استولى على فئة الدرع الاسطوري من الرتبة اس، والناس كلها بقت بتعتبره موهبة استثنائية. لكن اللي محدش يعرفه ان لحظة من سلالة كاي اتسحبت منه، فعل بالصدفة نظام شيطاني اسطوري خلاه يحصل على اقوى فئة موجودة، فئة سيد الشياطين، وهي الفئة الوحيدة من الرتبة 3 اس. الفئة دي بتمنحه قوة الشياطين القدماء، وبتخليه يقدر يبني قوة مرعبة في وقت قصير. بعد كده الاحداث بترجع معانا ليوم الصحوة، في اللحظة اللي ظهرت فيها فئة الدرع من الرتبة اس، الكل كان مصدوم ومستعد يحتفل بكاي، لكن فجأة ابوه هجم عليه واسقطه على الارض بقوة. كاي بص لابوه بصدمة وقال له انت بتعمل ايه؟ ساعتها ظهر ريكس وهو بيعيط وبيمثل دور الضحية، بينما امه كانت بتحضنه وبتحاول تكسب تعاطف الجميع. ريكس فضل يمثل انه بريء وان عمره ما كان يقصد ياخد قوة اخوه، لكن كاي لمح في عينه نظرة طمع كشفت حقيقته كلها. والمصيبة الاكبر كانت لما امه قالت له بكل برود ان اخوه مريض وضعيف، وان فئة الرتبة اس مناسبة ليه اكتر، وانهم في الاخر عيلة واحدة، سواء القوة راحت لكاي او لريكس فالمستفيد هو العيلة. الكلام ده خلى كاي ينفجر من الغضب، طول عمره هو بيتنازل عن كل حاجة عشان العيلة، موارد التدريب والحبوب النادرة وحتى مكانته كابن اكبر، لكن دلوقتي عايزين ياخدوا منه الحاجة الوحيدة اللي فاضلاله. كاي رفض بشكل قاطع وقال لهم ان دي هي قوته ومحدش لحق يلمسها من غير موافقته، لكن ابوه قال له ان ريكس داخل على خطوبة من بنت واحدة من اقوى العائلات، وان حصوله على فئة الرتبة اس هيخلي عيلة تشين كلها ترتفع لمكانة اعلى. بالنسبة لابوه تضحية كاي بمستقبله كانت مجرد واجب تجاه العيلة. ساعتها كاي فهم الحقيقة المرة، بالنسبة لاهله هو مجرد اداة يضحوا بها عشان مصلحة ريكس. ورغم الضغط الهائل اللي كان واقع عليه حاول يوصل لقوة الصحوة ويستعيد حقه، كان بيتحرك بصعوبة شديدة ولكنه رفض يستسلم. لما ابوه شافه مصر على المقاومة استخدم قوته بالكامل، وفي لحظة واحدة اتكسرت دراع كاي وسط ذهول الكل. الألم كان لا يوصف وجسمه بدأ ينهار، وفي الوقت اللي بقى عاجز فيه عن المقاومة طلع ريكس على منصة الصحوة، وهناك كشف عن وشه الحقيقي. اختفت دموعه المزيفة تماما وظهر مكانها نظرات سخرية وغرور المنتصر. بعدها مد ايده ناحية حجر الصحوة مستعد يسرق القوة اللي كاي تعب سنين عشان يوصل لها. قدام عيون كاي القوة اللي كانت من حقه انتقلت لريكس بالكامل من غير اي مقاومة وكأنها اختارته هو. وفي اللحظة دي غضب كاي اختفى تماما وحل مكانه شعور ابرد بكتير. اخيرا فهم ان روابط الدم والعيلة مجرد كلام فاضي لما المصالح تتدخل. وبينما كان مستسلم لمصيره بعد ما خسر كل حاجة، فجأة سمع صوت غريب جوه عقله، النظام الشيطاني تم تفعيله وحصل على فئة أسطورية من الرتبة 3 اس اسمها سيد الشياطين، وهي رتبة أعلى من أي فئة معروفة في العالم كله. كاي ابتسم أخيرا لأول مرة. في نفس الوقت كانت القاعة كلها انفجرت بالهمسات، الكل شاف بعينه ازاي ريكس سرق قوة أخوه، وشاف ازاي عيلة تشين وقفت معاه من غير أي خجل. البعض كان متعاطف مع كاي والبعض كان بيشمت فيه، لكن النتيجة كانت واحدة، الجميع اعتبر إن مستقبله انتهى. أبوه بصله باستحقار وقال له مفيش داعي يزعل، وإن العيلة هتسمح ليه بالعيش عندهم كشخص عادي وهيصرفوا عليه طول عمره. كاي ضحك بسخرية بالرغم من دراعه المكسور والألم اللي بيمزق جسمه، وقف على رجليه من جديد. ما بصش لريكس اللي كان بيستمتع بالمجد اللي سرقه، وما بصش حتى لأبوه وأمه. مسح الدم من على بقه وقال بصوت هادي سمعه كل اللي في القاعة، من اللحظة اللي كسرت فيها دراعي عشان خاطر ريكس أنا ما بقتش فرد من عيلة تشين. وقبل ما يمشي بص لأبوه كويس وقال له افتكر اللي عملته النهاردة، ومن اللحظة دي أنا قطعت أي علاقة بينه وبين عيلة تشين. أبوه اتعصب وفضل يهينه وبيقول له من غير دعم العيلة مش هتعرف تعيش كام يوم بره. لكن كاي تجاهله تماما واتجه لمدير المدرسة وطلب منه يكمل نقل فئته. المدير حاول يحذره وقال له ان الفئة الوحيدة المتاحة هي فئة الساحر من الرتبة دي، اضعف فئة موجودة، لكن كاي مهتمش باي حاجة ووافق انه ياخدها. الكل افتكر انه انتهى خلاص، لكن الحياة كانت مختلفة تماما. في اللحظة اللي نقل فيها فئته نظام سيد الشياطين اكتمل بالكامل، وحصل على اول مهارة من الرتبة اس اسمها الانفجار الجحيمي. كمان قوته الجسدية والروحية ارتفعت بشكل مرعب وبقت اعلى بكتير من اي شخص طبيعي لسه مستيقظ. بعد كده خرج من المدرسة وهو مصمم يبدأ حياته من جديد، وكان عارف ان ريكس فاكر نفسه انتصر لما سرق فئة الرتبة اس، لكنه في الحقيقة حرر وحش اقوى بكتير مما كان متخيل. واثناء ما كان ماشي بدأ يراجع بياناته الجديدة واكتشف ان احصائياته اعلى من الطبيعي باضعاف، وان فئة سيد الشياطين اقوى بكتير من اي فئة ظهرت قبل كده. بعد ما خرج من المدرسة مدرسه لحقه وحاول يقنعه يرجع لعيلته ويعتذر لوالده، وقال له ان فئة الرتبة اس راحت منه ودراعه مكسورة ومن غير دعم عيلة تشين هيبقى مستقبله صعب. لكن كاي رفض وقال ان كل حاجة اخدها من العيلة دفع ثمنها اضعاف، وان دراعه دي اخر حاجة هيدفعها لهم. بعدها سأل المدرس عن مكان قاعة الدنجون. المدرس انصدم وقال انه لسه مستوى اول ودراعه مكسور، وان دخوله دنجون دلوقتي يعتبر انتحار. لكن كاي ما اهتمش وخرج من المدرسة من غير ما يغير رأيه. وفي نفس الوقت ريكس كان بيحتفل بقوته الجديدة مع عيلته. سأل والده هنعمل ايه لو كاي
راح لعيله تانية وكشف اننا سرقنا فئته. ابو ضحك وقال له ان محدش هيصدق شخص من الرتبه دي ودراعه مكسوره، ومع كده هيخلي الناس تراقبه احتياطي. بعدها وصل كاي لقاعه الدنجون. الناس اول لما شافوه بداوا يتكلموا عنه ويقولوا ان ده هو صاحب فئه من الرتبه اس، لكن اهله سرقوها منه. كاي تجاهل كلامهم كله واتجه مباشره للمهمات، وهناك اختار دنجون من الرتبه اي اسمه وكر الجوبلين، وهو دنجون محدش مهتم يدخله. بعدها قدم بطاقته وقال للموظف سجلنا في وكر الجوبلين. الموظف حاول يحذر كاي وقال له ان وكر الجوبلين دنجون خطير، وحتى في ناس اقوى منه بتتجنب دخوله لوحدها، لكن كاي تجاهل التحذير وسجل دخوله. وقبل ما يدخل ظهر له اشعار من النظام، المهمه الاولى لفئه سيد الشياطين، المطلوب انه يخلص وكر الجوبلين خلال 10 دقائق من غير ما يستخدم اي جرعات علاج. اما المكافاه فكانت فتح قوه شيطانيه جديده ومهاره اسمها الاندفاع الشبحي. كاي ابتسم وقال له ان 10 دقائق وقت اكتر من اللازم. بعدها دخل الدنجن، وفي نفس الوقت 2 من رجاله عيله تشين دخلوا القاعه بعده على طول. واضح ان ابوه بعتهم يراقبوه، لكن هدفهم الحقيقي كان التخلص منه نهائيا جوه الدنجن. اول ما كاي دخل استخدم مهارته الجديده الانفجار الجحيمي، وبمجرد ما ظهر مجموعه من الجوبلين قدامه اطلق هجوم واحد بس، وخلال لحظات اتحولت المجموعه كلها لرماد. كاي اكتشف وقتها ان قوه سيد الشياطين اقوى بكتير مما كان متخيل. داخل الدنجن كاي بدا يقضي على الجوبلين بكل سهوله، مهاراته كانت بتتفعل فورا من غير اي وقت للتحضير، وكل هجوم كان بيسيب هدفه بدقه، ومع كل مجموعه كان بيقضي عليها مستواه بيزيد وقوته بتكبر. ولما وصل للمستوى الثالث حط كل نقاطه الجديده في قوه الروح عشان يزود قوه سحره لاقصى درجه. بعدها ظهر زعيم الدنجن قائد الجوبلين من المستوى العاشر. الوحش جمع كل الجوبلين المتبقيين وهاجموا كاي مره واحده، لكن كاي استخدم الانفجار الجحيمي بشكل اقوى وحول الهجوم الواحد لعشرات الضربات اللي غطت ساحه القتال كلها، وخلال ثواني اختفى معظم الجوبلين. اما القائد فكاي قضى عليه بضربه واحده بس، وبموت الزعيم كاي وصل للمستوى الخامس وانهى تحدي النظام. والمفاجاه ان خلص الدنجن كله في 3 دقائق و15 ثانيه، وكمكافاه حصل على قوه جديده اسمها شيطان الرياح ومهاره الاندفاع الشبحي. وفي اللحظه دي حس باشخاص بتراقبه، لما التفت اكتشف انهم رجاله عيله تشين اللي دخلوا الدنجن. اما هم فكانوا مصدومين بالكامل، لان الشخص اللي كانوا فاكرينه ساحر من الرتبه دي قدر يقتل زعيم من المستوى العاشر في ثواني معدوده. واحد منهم حاول يهرب، ولكن كاي استخدم مهاره الاندفاع الشبحي ولحقه في لحظه، وبعدها قضى على الاثنين بكل سهوله. ولما فتشهم لقى ادله بتاكد انهم مبعوثين من عيله تشين لمراقبته والتخلص منه. وقتها كاي اتاكد ان ابوه ناوي يقتله فعلا. بعدها خرج من الدنجن ومعاه صندوق المكافآت. اول ما وصل للقاعه اكتشف ان الكل مصدوم، لان النظام اعلن انه حطم الرقم القياسي الخاص بالدنجن وكر الجوبلين وانهاه في 3 دقائق و15 ثانيه. الناس بدات تتكلم ان صاحب الرقم القياسي هو الشاب اللي كان الكل بيسخر منه من شويه، ولكن كاي تجاهل الكل ومشي من غير ما يهتم بحاجه. وفي الطريق قابل كبير خدم عيله سونغ. الراجل قال له ان الانسه يان عايزه تقابله، وان عيله سونغ شايفه ان موهبته اكبر من انها تضيع مع عيله تشين. كاي وافق وراح معاه، وبعد فتره كان قاعد قدام يان في واحد من افخم مطاعم المدينه. يان كان معاه تقرير القتال الخاص بالدنجن، وكانت عارفه انه قدر يقتل زعيم الدنجن بضربه واحده، عشان كده بدات تشك ان كاي مخبي قوه اكبر بكتير من اللي الناس كلها فاكراها. فقالت له انها متاكده انه بيخفي قوه اكبر بكتير من مجرد ساحر من الرتبه دي. بعدها عرضت عليه الانضمام لعيله سونغ، ووعدته انها توفر له افضل الموارد والعلاج، وكمان هتساعده يسترد حقه من عيله تشين. لكن كاي رفض، وبدل كده عرض عليها الشراكه وقال لها انا هساعدكم تكسبوا المقعد اللي عايزينه، وانتوا توفروا ليا المعلومات وتصريح الدخول للمناطق السريه. يعني استغربت من ثقته، ولكنها وافقت في النهايه. واول معلومه ادتها له كانت عن ريكس. عيله سو وعيله تشين كانوا مخططين يدخلوا ريكس لدنجن سهل اسمه سهول ضوء القمر عشان يرفع مستواه بسرعه ويثبت مكانته كعبقري جديد. كاي اول لما سمع اسم الدنجن ابتسم، لانه شاف فيه فرصه مثاليه لتصفيه الحسابات مع ريكس. بعدها ظهر اشعار جديد من النظام، المهمه الجديده كانت دخول سهول ضوء القمر والقضاء على 100 وحش. اما الهدف الاخير في المهمه فكان ريكس نفسه، ولو نجح هيحصل على قوه جديده تخص شيطان القمر. بعد ما استلم الدفعه المقدمه من يان قرر يجهز نفسه قبل التحرك. اتجه على طول للسوق السوداء عشان يشتري الحاجات اللي هو عايزها قبل بدايه المواجهه الجايه. وصل للسوق واشترى 10 جرعات خطيره. صاحب المحل حاول يحذره لان الجرعات دي بتستهلك عمر الشخص مقابل زياده مؤقته في القوه، لكن كاي كان عارف انها هتفيده بسبب قوه سيد الشياطين. بعدها قضى الليل كله في مكان مهجور وهو بيتدرب ويستوعب قوته الجديده، وخلال التدريب ارتفع مستواه لغايه المستوى الثامن، وفتح قدره جديده بتخلي اي هجوم ناري بيسيب اثر حرق مستمر على العدو. وفي نفس الوقت ريكس كان بيتدرب داخل عيله تشين وهو سعيد بالقوه اللي سرقها من اخوه. ابوه وامه فضلوا يشجعوه وياكدوا له انه هيبقى اشهر موهبه في المدينه. وفي اليوم الثاني توجهت عيله تشين وسو لدنجن سهول ضوء القمر. الهدف كان ان ريكس يقتل زعيم الدنجن ويكسب شهره اكبر قدام الكل. وهناك كانت سيلين موجوده معاه وكانت معجبه بالقوه اللي وصل لها.
اما ريكس فكان بيقول ان فئة الدرع اظهرت قوتها الحقيقية معاه، وان كاي ما كانش يستحقها من الاساس. وقبل ما يدخلوا الدنجون بلحظات ظهر شخص من بعيد، الشخص ده كان هو كاي. اول ما ريكس شافه انصدم، وبعدها اتحولت صدمته لسخرية واستحقار. اما بوفا بدأ يتقدم ناحيته لانه ما كانش متوقع انه يظهر قدامهم بعد كل اللي حصل. لما كاي وصل مدخل دنجون سول ضوء القمر، ابوه حاول يمنعه من الدخول وقال له انه مش من حقه يكون موجود هنا، لكن كاي رد عليه ان الدنجون ملك للجميع ومحدش يقدر يحتكره لنفسه. سيلين هي كمان سخرت منه وقالت له انه مجرد ساحر من الرتبه دي ومش في مستوى ريكس نهائي. كاي تجاهل كلامها واخرج ختم عيلة سونغ الذهبي. اول ما شافوا الختم الكل اتصدم، لان الختم ده بيدي صلاحيات كبيره داخل عيلة سونغ، وبكده ما بقاش عندهم اي حجه يمنعوا بها من الدخول. وقبل ما يدخل وقف قدام ريكس وقال له استمتع بالوقت اللي فاضل لك، لان قوتك هرجع اخدها بايدي واقتلك بنفسي. بعد كده دخلوا كلهم الدنجون. اول ما دخل كاي اتجه مباشره للمسبح القديم الموجود في منتصف المنطقه، وهناك بدا ينفذ مهمه شيطان القمر ويجمع ارواح ذئاب القمر. وخلال وقت قصير قتل اعداد كبيره من الوحوش ورفع مستواه للمستوى التاسع. في نفس الوقت ريكس وسيلين كانوا بيتقدموا داخل الدنجون مع مجموعه من المقاتلين، لكنهم لاحظوا ان الوحوش على طول الطريق مقتوله ومحترقه بالكامل. سيلين استغربت وسالت مين اللي سبقهم وعمل كل ده. اما ريكس فبدا يحس بقلق لاول مره، وكان عنده احساس ان كاي موجود في مكان قريب ومستني اللحظه المناسبه عشان يتحرك. اما عند كاي فكان واقف فوق المسبح القديم يراقب تحركات ريكس وفرقته كلها، وكانه جاهز فخ كامل ومستنيهم يدخلوا فيه بارادتهم. فعل قوه شيطان القمر على المسبح القديم وده خلى الجاذبيه في الدنجون تخرج عن السيطره. في نفس اللحظه زعيم الدنجون ملك ذئاب القمر من المستوى 15 خرج من منطقته واندفع مباشره ناحيه ريكس، وبسبب الجاذبيه حركه ريكس بقت ابطا بكتير. سيلين حست ان في حاجه غلط وطلبت الانسحاب، لكن ريكس رفض، كان عايز يثبت قوته الجديده قدام الكل. بعدها ظهر ملك ذئاب القمر اخيرا. الحراس حاولوا يحموا ريكس لكنه قرر يواجه الوحش بنفسه، لكن اللي محدش كان عارفه انه كاي هو اللي جذب الوحش للمكان ده باستخدام قوه شيطان القمر، وكمان خلى الوحش يفتكر ان مجموعه ريكس هي المسؤوله عن قتل افراد قطيعه. كاي كان بيراقب كل حاجه من بعيد، وفي اللحظه المناسبه فجر عده هجمات ناريه خلف قوات عيله سو. الانفجارات قطعت طريق الهروب تماما. وقتها ملك ذئاب القمر هجم بكل قوته على ريكس. الضربه كانت اقوى من اللي ريكس توقعه واترمى بعيد من اول مواجهه. المكان كله اتحول لساحه فوضى بين الحراس والوحوش. اما كاي فاستغل الفوضى وبدا يتحرك وسط المعركه من غير ما حد يلاحظه، وكان واضح ان خطته الحقيقيه لسه ما بداتش. وسط الفوضى كاي وصل لريكس اللي كان مصاب ومش قادر يقف. ريكس حاول يستعطفه وقال له احنا اخوه وان العيله مش هتسكت لو حصل له حاجه، لكن كاي فكره باللي حصل يوم سرقه فئته وكسر دراعه. بعدها استخدم قوه سيد الشياطين وبدا يسحب القوه اللي اتسرقت منه، وفي لحظات جزء كبير من قوه الدرع خرج من جسم ريكس ورجع لكاي. ريكس بدا يصرخ وهو حاسس ان القوه اللي كان بيحلم بيها بدات تختفي منه. لما سيلين وحراس عيله شوف شافوا اللي بيحصل جريوا عشان ينقذوا ريكس، لكن كاي كان مستنيهم. وقتها اطلق هجوم ناري ضخم غطى المنطقه كلها. الانفجار دمر المكان واطاح بالحراس في كل مكان، حتى سيلين نفسها وقعت على الارض وهي مصدومه من القوه اللي شافتها، لان الهجوم ده مستحيل يطلع من شخص المفروض انه ساحر من الرتبه دي. بعدها كاي مشي ناحيه ريكس من جديد. ريكس كان بيحاول يطلب المساعده بعد ما خسر جزء كبير من قوته، لكن كاي وقف فوق وقال له لما سرقت فئتي الكل قال ان ده واجبك كاخ اكبر، دلوقتي استحمل نتيجه افعالك بنفسك، انا بس برجع الحاجه اللي اتسرقت مني لصاحبها الحقيقي. في اللحظه دي قائد من قوات عيله سو هجم عليه وحاول يوقفه، وقال له ان قتل ريكس معناه العداء لعيله تشين وعيله سو مع بعض ومش هيلاقي مكان يعيش فيه بعد كده. لكن كاي ما اهتمش بكلامه ورد عليه وقال له لو قضيت عليكم كلكم مين هيعرف ان انا اللي عملت كده. في نفس اللحظه قوه سيد الشياطين بدات تستجيب لغضبه بشكل كبير، والنظام اعلن ان توافقه مع شيطان النار ارتفع وان قدره جديده مخفيه بدات تتفعل. اما الحراس اللي موجودين قدامه فبداوا يحسوا ان كاي بقى اخطر بكتير من مجرد خصم عادي، وكانه وحش حقيقي بدا يستيقظ. قوات عيله سو حاولت توقف كاي وتنقذ ريكس، لكن كاي استخدم قوه شيطان القمر ويسيطر على الجاذبيه في المنطقه. كل اللي حواليه حسوا ان اجسامهم بقت اتقل وحركاتهم ابطا. قائد الحراس وقع على الارض قبل ما يقدر يهاجم حتى، وفي اللحظه دي كاي وجه ملك ذئاب القمر ناحيته. الوحش هاجم عليه مباشره وقضى عليه في ثواني. بعد كده كاي رجع لريكس. ريكس كان مرعوب وبدا يترجع عشان يسيبه، لكن كاي ما اهتمش بكلامه واستخدم قوه سيد الشياطين عشان يسترجع جوهر الدرع بالكامل. في لحظه القوه اللي اتسرقت منه خرجت من جسم ريكس ورجعت لصاحبها الحقيقي، وبمجرد ما خسرها ريكس انهار تماما ومات. النظام اعلن نجاح استعاده القوه المسروقه وكاي وصل للمستوى العاشر. بعدها بص لسلين وقال لها ارجعي وقولي لفيكتور وفيرا ان ده مجرد بدايه الحساب، وانه مش هيسيب حقه غير لما يدمر عيله تشين بالكامل. فعلى طول سيلين خافت وهربت هي وباقي الحراس. اما كاي ففضل دخل الدنجن وبعدها واجه ملك ذئاب القمر بنفسه وقتله. وفي نفس الليله ظهر اعلان جديد في المدينه كلها، لاعب مجهول نجح في قتل زعيم سهول ضوء القمر وسجل رقم قياسي جديد لانهاء الدنجن. بعد ما سلين خرجت من الزنزانه ومعاها كام حارس ناجين بالعافيه، فيكتور وفيرا جريوا عليها وسالوها ريكس فين. ما تقوليليش انه خلص على ملك الذئاب ورجع بدري. لكن سيلين وقعت على الارض وهي
وهي بتعيط وقالت لهم ريكس مات. الصدمه نزلت على الكل زي الصعقه. فيكتور مسك واحد من الحراس وقال له ازاي ده حصل، كان معاه نخبه عشيره تشين كلها. الحارس رد عليه وهو مرعوب، اللي قتله كان كاي اللي طردته من العشيره، قتل كل اللي وقف قدامه وقدام الناس كلها انتزع جوهر القوه من جسم ريكس. فيرا صرخت بعد ما سمعت الكلام، اما فيكتور فكان على وشك انه يتجنن وساله بغضب طب هو فين دلوقتي. سيلا قالت له كان لسه جوه الزنزانه رايح يقتل ملك الذئاب. فيكتور حاول يدخل الزنزانه فورا لكن قائد الفرقه منعه وقال له ما تقدرش تعمل كده، الاعلان الرسمي نزل بالفعل، كاي قتل ملك الذئاب واخد ختم عشير الصنغ واكيد خرج من مخرج تاني. ساعتها فيكتور فهم سر جرأة كاي، عرف ان عشير الصنغ بقت واقفه في ظهره، عض على اسنانه من الغضب لدرجه ان الدم نزل من بقه، وبعدها امرهم يفعلوا كل رجالهم السريين حطوا مكافاه 50 مليون على اللي يجيب لراسه، واللي هيجيبها لي هكافئه مكافاه عمره ما كان يحلم بيها. وفي نفس الوقت كان كاي قاعد في اوضه ايجار قديمه في احد احياء المدينه، خرج جوهر القوه اللي انتزعه من جسم ريكس وبدا يمتص طاقته، والنظام قالوا ان تم تحويل الجوهر الى نطاق شيطانيه وتم الحصول على 8000 نقطه. نسبه فتح شيطان النار وصلت ل 15%. تم فتح مهاره جديده نفس الجحيم. نسبه فتح شيطان الرياح وصلت ل 12%. وتم فتح قدره سلبيه جديده زودت سرعه حركه كاي اثناء القتال. بعد ما كاي امتص جوهر ريكس دراعه اللي كانت متدمره رجعت سليمه تماما، وكمان مستواه وصل للمستوى العاشر، وده كان انجاز كبير لانه بيسمح له بدخول برج السماء، المكان اللي كل المستيقظين بيحلموا يوصلوا له. وفجاه النظام اداله مهمه جديده، يدخل برج السماء ويوصل للطابق العاشر خلال 3 ايام، والمكافاه كانت قوه جديده اسمها شيطان الارض. اول ما كاي شاف اسم المكافاه افتكر عشيره تشين، العشيره دي طول عمرها بتفتخر بقوه عنصر الارض، لكن كاي كان واثق ان القوه الحقيقيه اللي معاه اقوى بكتير. بعدها ساب المكان واتجه مباشره لبرج السماء، ولما وصل لقى عدد كبير من المستيقظين متجمعين قدام المدخل. راح يسجل اسمه عادي، لكن اول ما قال انه مستواه عاشر الناس كلها اتصدمت لانهم عارفين انه استيقظ من كام يوم بس، وبدا الوعد يسخر منه ويقول انه مستحيل يكون وصل للمستوى ده بنفسه، لكن كاي تجاهلهم كلهم، اخذ تصريح الدخول ودخل البرج من غير ما يرد على حد. وهنا بدات اول خطوه في رحلته داخل برج السماء. اول ما كاي دخل الطابق الاول من البرج ظهر قدامه وحش ضخم ومدرع بالكامل ومستواه 11. الوحش ده كان معروف بدفاعه المرعب واغلب السحرة بيعانوا ضده، ولكن كاي ما كانش مهتم، بضربه واحده على الارض قدر يسيطر على عنصر الارض ويقيد الوحش في مكانه. بعدها استخدم لهب الجحيم وخلال ثواني كان الوحش اتحول لرماد. كاي كسب خبره وجوهر جديد، ولكنه حس ان الطريقه دي بطيئه، هو مش داخل البرج عشان يطلع دور، هو داخل عشان يكتسح البرج كله. عشان كده طلع كل قوته مره واحده، قوه النار وقوه الرياح اشتغلوا باقصى طاقتهم، وخلال دقايق قليله كان مخلص على اول 3 طوابق بالكامل. الطابق الاول خلصه في اقل من دقيقتين، والتاني في دقيقتين وشويه، والتالت في 3 دقايق. وفي الخارج الناس بدات تلاحظ حاجه غريبه، لوحه التصنيف كانت بتتغير بشكل جنوني. واحد مجهول طلع من المراكز الاخيره ودخل ضمن افضل 10 متسابقين. الكل بدا يتساءل مين الشخص ده، ازاي قدر يخلص 3 طوابق بالسرعه دي. لكن المفاجاه الاكبر كانت في الطابق الخامس، هناك كان موجود كلاب جحيم قويه من المستوى 15، واول لما كاي دخل هجمت عليه باعداد ضخمه، لكن المره دي استخدم مهاره جديده اقوى من اي حاجه استخدمها قبل كده، ضرب الارض بايده وفجاه انفجرت الحمم البركانيه من كل مكان، والمكان كله اتحول لجحيم حقيقي. مئات الوحوش اتحرقت في لحظه، والنظام فضل يدي اشعار قتل وخبره بشكل متواصل. ومع كميه الخبره الضخمه دي كاي وصل للمستوى 12 وكسب كمان 2000 نقطه شيطانيه. واثناء ما كان طالع للطابق السادس ظهر قدامه شاب غريب، الشاب كان اسمه شيرو ومن نخبه طائفه قويه. اول لما شاف كاي قال له واضح انك مش مجرد ساحر عادي، انا حاسس بطاقه غريبه طالعه منك من اول ما دخلت البرج. لكن كاي ما كانش مهتم بالكلام ده كله وقال له ابعد عن طريقي. شيرو ضحك وقال له استنى بس، الطابق السادس مختلف، المكان هناك مليان اوهام ومن غير مساعدتي صعب تعديه، فايه رايك نتعاون مع بعض؟ كاي رفض، ولكن بعد كده قال له الجائزه اللي فوق البرج بتاعتي، لو عايز حاجه خد الباقي. شيرو ضحك اكتر وقال له واضح انك واثق في نفسك زياده. وبعدها الاثنين دخلوا الطابق السادس. اول لما وصلوا لقوا نفسهم في غابه غريبه مغطاه بضباب بنفسجي. شيرو حذر كاي وقال له ان الضباب ده بيطلع اسوأ مخاوف الانسان وبيحولها لاوهام حقيقيه، لكن كاي ما كانش خايف لانه شاف حاجات اسوأ بكتير قبل كده. وبعد لحظات بدا الضباب يتحرك وظهر قدامه ابوه فيكتور وامه فيرا، الاثنين بداوا يهاجموه ويتهموه ان هو السبب في كل المصايب. شيرو عرف فورا ان دول مجرد اوهام وقال له كاي ما تصدقهمش، دول مش حقيقيين، لكن اصلا كاي كان عارف كده من البدايه. وبدون اي تردد فعل لها بالجحيم باقصى قوه عنده، النار انفجرت في الغابه كلها وخلال لحظات اختفت صوره فيكتور وفيرا وتحولت لرماد وكانهم عمرهم ما كانوا موجودين. اما كاي فكمل طريقه لقدام من غير ما يهتم باي حاجه حصلت. اول لما كاي قضى على الاوهام الضباب اختفى وظهر السبب الحقيقي ورا كل ده، مجموعه من وحوش العيون الشبحيه كانوا مستخبيين بين الاشجار، لكن قبل ما حد يلحق يعمل حاجه كانوا اتحرقوا بالفعل بنيران كاي. شيرو كان متوقع معركه صعبه، لكن كاي انهى الموضوع في ثواني، وبعد ما قتل الوحوش وصل للمستوى 13. شيرو بص لكاي وقال له القوه دي مش طبيعيه، فرد عليه كاي وقال له المهم انها بتقتل. بعدها شيرو قرر يطلع جزء من قوته هو كمان، وقال لكاي بما انك مش ناوي تهدى يبقى انا كمان مش هتساهل، وكملوا صعودهم
بسرعه جنونيه والطوابق كانت بتقع واحد ورا التاني، وفي نفس الوقت لوحه التصميم بره البرج كانت مقلوبه. الكل اتفاجئ ان اللاعب المجهول دخل ضمن افضل 10 متسابقين، والمفاجاه الاكبر ان شيرو نفسه كان ماشي معاه، وده خلى الناس كلها تبدا تراقبهم. ولما وصلوا للطابق التاسع واجهوا اكبر وحش قابلوه لحد دلوقتي، عملاق ضخم من المستوى 18، وحش مرعب ودفاعه عالي. شيرو حاول يحط خطه وقال لكاي انا هقيده وانت تضرب نقطه ضعفه، ولكن كاي رفض وتقدم لوحده ناحيه العملاق، وفجاه فعل القوه اللي حصل عليها من جوهر ريكس، وخلال لحظات الجاذبيه في المنطقه كلها زادت بشكل مخيف. العملاق اللي كان واقف بكل هيبته ما قدرش يتحمل الضغط وركع على الارض غصب عنه. ساعتها كاي بص لشيرو وشيرو فيهم قصده على طول، رفع سيفه واستدعى صاعقه ضخمه والبرق نزل مباشره على راس العملاق، وبضربه واحده انتهت المعركه. وكاي حصل على كميه كبيره من الخبره، والنظام اعلن ان شروط الترقيه الجديده اتحققت، وكمان نسبه فتح شيطان النار زادت، واتفتحت مهاره جديده اسمها نطاق الشيطان. المهاره دي بترفع قوه كاي بشكل كبير، وفي نفس الوقت بتزرع الرعب في اي عدو يقف قدامه. ولاول مره كاي حس ان قوته دخلت مرحله جديده تماما. بعد ما كاي خلص الطابق التاسع طلع مباشره للطابق العاشر، وكان متاكد ان لقب سيد المجال بقى في ايده. شيرو كان ماشي وراه ومش مصدق كميه القوه اللي شافها، وقال لنفسه ده مش ساحر عادي، ده وحش ماشي على رجلين. ولما كاي وصل للطابق الاخير اتفاجئ ان المكان فاضي تماما، مفيش وحوش ولا اي اختبارات، كان في بس كره بيضاء منوره في نص المكان، ودي كانت بذره المجال الجائزه الحقيقيه للبرج كله. ولكن قبل ما كاي يوصل لها لقى شخص واقف مستنيه، وكان اسم الشخص ده هو زفير. شيرو اول لما شافه قال لكاي خلي بالك، ده مستواه 20 ومن اقوى العباقره في المدينه ومستني الجائزه دي من سنه كامله. زفير بص لكاي وقال له وصولك لهنا انجاز محترم، لكن الجائزه دي مش لاي حد، ومش واحد مجهول زيك اللي هياخدها. كاي رد عليه بكل هدوء وقال له انت ميت. اول لما قال له كده المعركه بدات، زفير اطلق الاف الصواعق في لحظه واحده، والمكان كله اتحول لعاصفه من البرق. شيرو حاول يحمي كاي وقف قدام الهجوم، لكن قوه زفير كانت مرعبه ودرعه الدفاعي بدا يتكسر، واستخدم قوه الرياح والجاذبيه مع بعض وقدر يغير اتجاه البرق كله. بدل ما يضربه رجعه على زفير نفسه. زفير نفسه اتصدم لان اول مره يشوف حد بيقدر يتحكم في هجومه بالشكل ده. وفي اللحظه دي كاي فعل نطاق الشيطان، وفجاه الجو كله اتغير، ضغط مرعب غطى المكان حتى البرق نفسه بدا يضعف. وبعدها كاي دمج قوه النار الشيطانيه مع القوه اللي حصل عليها من جوهر ريكس، وطلع هجوم اقوى من اي حاجه استخدمها قبل كده، وبسرعه جنونيه اندفع ناحيه زفير وهو بيقول له غور من قدامي. زفير في اخر لحظه حاول يدافع عن نفسه واستدعى اقوى دروع البرق اللي عنده، لكن المعركه الحقيقيه كانت لسه هتبدا. ورغم ان زفير فعل اقوى درع برق عنده الا ان كاي حطمه بسهوله، وبضربه مباشره في صدره وطيره من الطابق العاشر بالكامل، وزفير سقط من البرج قدام الكل. وفي نفس اللحظه النظام اعلن فوز كاي وكسب 8000 نقطه خبره ووصل للمستوى 14. شيرو كان واقف مصدوم مش مستوعب ازاي قدر يهزم مقاتل اقوى منه ب6 مستويات كامله. وبعد انتهاء المعركه كاي راح مباشره للجائزه الحقيقيه. اول لما لمس بذره المجال اندمجت معاه فورا، والنظام اعلن عن تطور جديد وتم فتح معبد الشيطان، ومن دلوقتي كاي يقدر يجمع اتباع ويبني قوه خاصه بيه. وفي اعماق روحه ظهر عالم جديد واسع جدا، وفي تماثيل شيطانيه ضخمه بدات تتشكل واحده ورا الثانيه. اما بره البرج فالمدينه كلها بقت في حاله صدمه. اللاعب المجهول وصل للقمه، وزفير العبقري المشهور اتهزم واتطرد من البرج. الكل بدا يدور على هويه الشخص الغامض ده، ولكن كاي اختفى قبل ما حد يعرف هو مين. وبمساعده شيرو خرجوا من المنطقه كلها ووصلوا لغابه بعيده عن المدينه. وهناك شيرو بص لكاي وقال له انت مدرك ان عشيره منغا مش هتسكت مش كده؟ بعد اللي عملته زفير هيقلبوا المدينه كلها عشان يلاقوك. لكن كاي ما كانش مهتم وقال له يعملوا اللي هم عايزينه. بعدها النظام ظهر بمهمه جديده وهي انه يبني معبد الشيطان ويختار اول طابع قوي يخدم تحت امرته. ساعتها كاي بص لشيرو اللي كان واقف جنبه وبدا يفكر فيه بشكل مختلف، كانه لقى الشخص المناسب لاول منصب في قوته الجديده. اما شيرو في اول لما شاف النظره دي حس ان في حاجه مش مريحه خالص، وقال لي هو بيهزر استنى بس، انت مش ناوي تستخدمني كقربان في طقوس شيطانيه صح؟ وفي اللحظه دي بذره المجال اللي اندمجت مع كاي بدات تنور بلون البنفسجي. بعدها قلب صوت منخفض امتداد المجال. الارض حواليهم ما اتكسرتش لكنها اتبدلت بالكامل. شيرو حس باحساس مرعب وكانه اتسحب من العالم. الغابه اختفت وظهر مكانها ارض سوداء واسعه وملهاش نهايه، ولما بصوا لفوق ما كانش في غير فراغ مظلم. وفي البعيد جدا كان في قصر ضخم اسود شكله مرعب كانه خارج من عصر قديم، وفوق القصر 8 تماثيل عملاقه راكعه كانها بتخضع لهم. حتى مجرد وجودهم كان كافي يخلي شيرو يترعب، وقال لي هو مصدوم، ده مش عالم عادي، ده مجال كامل بيتكون قدامي. شيرو كان عبقري وبيفهم يعني ايه اللي بيحصل، ومع كده كان مصدوم لان مستحيل مستيقظ عادي يبني عالم خاص بيه بالشكل ده. بينما كاي واقف قدام القصر الاسود كانه الملك الحقيقي للمكان ده. بعدها قال له في عالمي ده اي حد هيدخل هديله قوه تتجاوز القوانين. وبعدها اطلق شعره صغيره من طاقه النار الشيطانيه ناحيه شيرو وقال له من النهارده انت حارس المعبد ده وهتواجه اي عدو يقف قدامه. شيرو تردد للحظه وبعد كده قال له تمام، اعتبرني خادمك من النهارده. وفجاه النظام اعلن ان تم اخضاع اول تابع من الرتبه ايه، وشيرو حصل على لقب جديد قدر الرعد والنار، وتم تعزيز قوته بشكل كبير. طاقته ارتفعت
ارتفعت فجأة والسيف الخشبي في ايده بقى محاط بنار ورعد. شيرو بص في ايده بدهشة وقال له انا ازاي بقيت قوي كده، لكن كاي كان مركز في حاجة تانية. وبعدين قال له هنرجع للمدينة دلوقتي، ففي حساب قديم لسه ما اتقفلش. فيكتور كان فاكر ان موتي كان نهاية الموضوع، لكن دي لسه البداية. وفي نفس الوقت في المدينة خبر سقوط زفير وانتشار اسم المجهول كان مولع الدنيا. دخل قائد عشيرة منغ ماجونوس زعيم العشيرة كان قاعد وشه مليان غضب، وقدامه ابنه على السرير حالته مدمرة تماما. فماجونوس انفجر وقال مين المجهول اللي قلب المدينة كلها، محدش يلمس ابنه ويفلت. فيكتور قال له انا عندي طرف خيط، واحد من اللي دخلوا البرج لفت انتباهي. فماجونوس سأله مين، فرد عليه وقال له كاي الهاري من عشيرة تشين، هو اللي قتل ريكس وخد الفئة من الرتبة اس منه، ولو في حد يقدر يعمل كده فهو. ماجنوس قال له انت تقصد الحثالة من الرتبة دي؟ فيكتور قال له ده مش رتبة دي، ده وحش، ولو هو فعلا يبقى لسه في المدينة. فماجنوس على طول امر بقفل المدينة كلها. وفي نفس الوقت بدأت تظهر في كل انحاء المدينة اشخاص بملابس سوداء وعليهم رمز تنين، وده كان نفوذ معبد الشيطان بتاع كاي. كاي كان فوق مبنى في شمال المدينة بيراقب الوضع، وكان اول هدف ليه هو مخزن ادوية عيلة تشين، وفي شمال المدينة مخزن محصن تابع لعشيرة تشين. حراس مستوى 15 لحد 22 بيأمنوا المكان، والقائد بيقول لهم ركزوا الهدف ممكن يظهر في اي لحظة. وفجأة صوت خفيف ظهر من وسط الظلام. شيرو ظهر قدامهم وهو ماسك سيفه. الحراس شدوا اسلحتهم فورا، ولكن قبل ما يتحركوا ضغط مرعب نزل عليهم فجأة، كلهم وقعوا على الارض حتى القائد. الارض تحتهم اتكسرت، وفي اللحظة دي كاي خرج من ورا شيرو. القائد بصله بصدمة وقال له هو انت اتجننت؟ ده مخزن ادويه عيله تشين، لو المكان ده اتحرق اسعار الاكسير هتولع في المدينه وهتبقى مطلوب من الكل. فكاي رد عليه وقال له وانا لما كسرت دراعي حد فكر فيا؟ هو عاوز يبقى ملك الادويه في المدينه مش كده؟ انا هخليه مفيش عنده غير الخساره. بعد كده النار الجحيم ضرب الباب والنار دخلت جوه وبدات تلتهم كل الاكاسير والادويه. المخزن كله اتحول لكتله نار في ثواني. النظام طلع له وقال له تم تدمير مخزن عيله تشين، وحصلت على 3000 نقطه شيطانيه وتقدم في كره النار. القائد كان واقف مصدوم لان ده مش مجرد حريق، ده تدمير اساس العشيره. بعد كده كاي بص لشيرو وقال له خلص عليهم. فشيرو على طول وفي لحظه واحده مسح باقي الحراس بالكامل. فجاه كاي حس بحاجه جايه من بعيد، بص ناحيه الظلام واتضح ان مينغ وصل. بعد 3 دقايق عربيات سودا وقفت عند المخزن، نزل كبير العشيره ومعاه قوات نخبه. اول لما شاف الدمار اتعصب وقال لكاي انت تعديت حدودك، انت حرقت مخزن تابع لحليف. فكاي رد عليه وقال له انا لما اتكسرت مفيش حد وقف جنبي، والمدينه دي بتاعت الاقوى. القائد صرخ على الجنود بتشكيل شبكه البرق، فعلى طول الجنود عملوا شبكه برق حوالين كاي، ولكن كاي بكل هدوء استخدم مهارة فتح المجال، وفي لحظة واحدة البرق اختفى قبل ما يقرب منه. بعد كده هجم على القائد بمطر النيران الشيطانية. السماء اتملت كور نار نازلة بتدمر كل حاجة، وفي ثواني مسحت قوات منغ بالكامل. المخزن كله كان مولع والنار الشيطانية كانت بتبخر المطر وهو نازل. منغ عمل تشكيل قفص برق حوالين كاي. 12 واحد من اقوى الإلت مستوى 20 وفوق اتجمعوا كونوا دايرة برق حوالينه. البرق اتشبك في الجو عمل قفص كهرباء ضخم عشان يمنعوه من الهرب، وواحد منهم قال له اركع يا حشرة، ولكن كاي كان واقف في النص ثابت ما اتحركش شبر واحد. البرق كان بيضربه مش بيأثر فيه نهائي. بعد كده كلم شيرو وقال له جه دورك. فعلى طول شيرو اندفع بسرعة وسط القفص. الضربة دمجت نيران شيطانية مع برق وفتحت التشكيل كل مرة واحدة. 3 من أعمدة التشكيل اتكسروا والسحرة طاروا متصابين. واحد قال له بصدمة ايه القوة دي؟ ده أكيد مش قوة طبيعية. كاي اختفى من مكانه وظهر قدام الحماية بتاعة القائد. الحراس حاولوا يحموه بدرع البرق، ولكن كاي حاطمه بإيده بكل سهولة، وباستخدام نار الجحيم اخترقت الدرع وعدت من خلالهم كلهم وضربت القائد. القائد قال له بصدمه انت ازاي بالقوه دي؟ كاي ما ردش عليه والمخزن بدا ينهار، والاعمده وقعت واحده ورا الثانيه، والنظام اعلن ان تم تدمير كمان منغ، وتم الحصول على 5000 نقطه شيطانيه. تقدم شيطان اللهب وصل ل 30%، واتفتح لكاي شكل جديد، اجنحه الشيطان اللي بتخليه يطير ويقاتل في الجو. بعد كده بص للعجوز وقال له روح بلغ ماجنوس وفيكتور اني مستنوهم هنا، خليهم يبعتوا اللي هم عايزينه وانا هقتلهم كلهم، والمره الجايه انا اللي هاجي لعشيره منغ واخد راس ماجنوس بنفسي. بعد كده رماه بعيد بحركه من ايده. شيرو ساله انت ليه ما قتلتوش، ولكن كاي قال له ان الميت مش هينقل الرساله، هو عاوز عشيره منغ وتشين يعيشوا في خوف مستمر لحد ما يقضي عليهم. في نفس الليله الخبر انتشر في المدينه كلها، والكل عرف ان كاي ما بقاش الشاب الضعيف اللي كانوا بيدوسوا عليه زمان. وفي موانئ المنطقه الجنوبيه كانت عشيره تشين بتحضر اخر شحنه لاهل العاصمه. الشحنه كانت مليانه موارد واحجار نادره، وكانت املهم الاخير للخروج من الازمه دي، وعشان كده جمعوا اكتر من 200 مستيقظ لحمايتها، وكان معاهم نخبه من عشيره منغ. فيكتور كان موجود بنفسه ومعاه تاني الراجل التاني في عشيره منغ. تان ساله هو فعلا هيجي، فرد عليه كده هيجي، الشحنه دي اخر هدف ليه والليله دي هتكون نهايته. ولكن فجاه انفجار ضخم هز النهر، كره من اللهب انفجرت وسط الميه وقارب صغير اندفع بسرعه ناحيتهم. اول ما الحراس شافوا اللي حصل كلهم جهزوا اسلحتهم. القارب اتحطم وكاي طلع مباشره للسماء، وخلفه ظهرت اجنحه ضخمه من اللهب والرياح، اجنحه الشيطان. وساعتها فيكتور اتصدم لما شاف ان كاي بقى بيقدر يطير، وده لان الطيران في المستوى ده مستحيل
مستحيل تقريبا الا لاصحاب الفئات المتخصصه. كاي بص عليهم من فوق وقال له ايه رايك في الهديه اللي جايبها لك؟ بعدها كون كره ضخمه من الجاذبيه ورماها عليهم، فعلى طول فيكتور صرخ ارفعوا الحواجز الدفاعيه حالا، ولكن الاوان كان فات. الكره ما انفجرتش ولكنها ولدت جاذبيه مرعبه سحبت كل حاجه تحتها من الحاويات للجنود وحتى المستيقظين القريبين، وفي ثواني عشرات من حراس عشيره تشين اتسحقوا وماتوا تحت ضغط هايل. تاني انفجر من الغضب وقفز ناحيه كاي بفأسه المغطى بالبرق، ولكن كاي تفادى الهجوم بكل سهوله. بعدها كلم شيرو وقال له دورك. في اللحظه دي شيرو ظهر وضرب تام بهجوم قوي من البرق والنار. الضربتين اتقابلوا في الجو والانفجار الناتج عنها هز الميناء كله، ورغم ان تان كان من اقوى مقاتلين عشيره مانغ الا انه تراجع للخلف واتصدم من قوه شيرو. وفي الوقت ده كاي نزل على سفينه تشين الرئيسيه. فيكتور حاول يوقفه وطلع اعمده حجريه ضخمه من ارضيه السفينه عشان يحاصره، ولكن كاي داس برجله على الارض وفجاه الاعمده الحجريه اتحولت لحمم منصهره والتفت حوالين فيكتور وقيدته مكانه. كاي بص له وقال له الدفاع اللي طول عمرك فخور بيه ملوش اي قيمه قدامي. بعدها حط ايده على سطح السفينه وطاقته الشيطانيه انتشرت في جسمها بالكامل، وفجاه النظام اعلن انه استولى على كل اسر عشيره تشين وكسب 15000 نقطه شيطانيه. وفي مشهد صادم للجميع السفينه العملاقه اختفت بالكامل واتسحبت لدوامه سوداء ظهرت ورا كاي. فيكتور فضل باصص للمكان الفاضي اللي كان فيه السفينه. اخر امل لعشيره تشين اختفى قدام عينه، وفي النهايه وقع على ركبته لان في اللحظه دي عرف حقيقه ان عشيره تشين انتهت. بعد ما كاي سرق سفينه عشيره تشين بقى واضح ان العشيره فقدت امل لها في النجاه. اما في مقر عشيره مانغ فالاوضاع كانت اسوأ بكتير. ماجنوس كان قاعد يسمع تقرير تاني اللي رجع من المعركه باصابات خطيره، وقال الولد ده مش طبيعي والطبيعي اللي معاه قوي بشكل مرعب، وكاي نفسه محتاجش يقاتل بكامل قوته. قدره الجاذبيه لوحدها كانت كافيه تدمرنا. وقبل ما يكملوا كلامهم دخل احد افراد العشيره وهو مرعوب وقال لهم في حاجه اتثبت عند البوابه. ماجنوس اختفى من مكانه وظهر عند المدخل الرئيسي، وهناك لقى جرس برونز ضخم متحوط قدام البوابه ومكتوب عليه اسمه. وفي اللحظه دي سمع صوت كاي جاي من كل مكان. فيكتور خلاص انتهى وده جرس جنازتك ايه رايك فيه؟ ماجنوس انفجر من الغضب وقال له اخرج وقابلني لو كنت راجل. فجاه ضباب اتشق وظهر كاي نازل من السماء باجنحته الشيطانيه، وخلفه كان شيرو واقف في الجو وهو مبتسم. شيرو بص لماجنوس وقال له بسخريه المكان هنا مليان بطاقه كئيبه فجينا نعمل شويه تنظيف. ماجنوس اتعصب اكتر وقرر يهاجم. رفع ايده وخلال لحظات السماء اتغطت بسحب سودا مليانه برق. بعد كده اطلق اقوى هجوم عنده. صواعق ضخمه نزلت من السماء مباشره على كاي، ولكن المفاجاه ان كاي ما اتحركش من مكانه. رفع ايده بس وكون كره جاذبيه، واول لما الصواعق قربت منه كلها اتسحبت ناحيه الكره واتبلعت بالكامل. الهجوم اختفى كانه ما كانش موجود اصلا. ماجنوس وقف مصدوم لان اقوى هجوم عنده اتبخر قدام عينه من غير ما يلمس حتى كاي. بعد ما ابتلع هجوم البرق بالكامل كاي بص لماجنوس وقال له دلوقتي دوري، وفجاه اندفع نحوه بسرعه مرعبه. جمع قوه اللهب مع قوه الاثر القديم اللي حصل عليه قبل كده، وبضربه كف عملاق من الحمم الحاجز الدفاعي بتاع ماجنوس اتحطم في لحظه، وماجنوس نفسه انحدف على الارض بقوه هايله. ارضيه القصر انفجرت تحته وانفتحت حفره ضخمه في المكان، والنظام اعلن ان ماجنوس صاحب المستوى 32 بقى في حاله حرجه. وكاي كسب كميه كبيره من الخبره ونقاط الشيطان. اول ما تان شاف اللي حصل حاول يتدخل وينقذ زعيمه، لكن شيرو وقف في طريقه. بضربه واحده كاي اتحرك تان وبعدها كمل هجومه من غير ما يديله فرصه للمقاومه حتى. اما ماجنوس فكان مرمي جوه الحفره وهو مش مصدق اللي حصل، وبص لكاي وساله انت فعلا صحيت على فيت ايه؟ مستحيل تكون مجرد ساحر. لكن كاي تجاهل سؤاله ونزل عند حافه الحفره وهو بيجهز ضربته الاخيره عشان ينهي على عشيره مانغ بالكامل. ولكن فجاه صوت غريب وقديم سمعه الكل، يا فتى اعرف امتى تلزم حدودك. ومع الصوت ده طاقه مائيه هايله غطت المكان كله. كاي وقف وبص ناحيه الجبل الموجود خلف مقر العشيره، وعلى عكس الباقي كان مبتسم لانه عرف ان اقوى شخص في عشيره مانغ ظهر اخيرا. وفي نفس اللحظه ظهر اشعار جديد في خصم اقوى من المستوى 35، ولو كاي قدر يصمد قدامه او يجبره على التراجع هيكسب مكافاه ضخمه ويفتح الشيطان الرابع شيطان الماء. بعدها مياه البحيره اللي ورا الجبل بدات تتحرك لوحدها وارتفع منها تنين مائي عملاق واتجه مباشره ناحيه كاي. كاي طار للخلف بسرعه وتفادى الهجوم. اما التنين المائي فدمر الجرس البرونزي العملاق اللي كان موجود عند البوابه. بعد كده ظهر صاحب الهجوم اخيرا، راجل عجوز ماشي فوق الميه كانه ماشي على الارض عادي، وده هو مؤسس عشيره مانغ، واحد من اقوى الاشخاص في المدينه كلها. اول ما ماجنوس شافه صرخ وطلب منه المساعده، وده لانه بقى اخر امل لعشيره مانغ. ايبيس بص لكاي وقال له انت لسه صغير ومع كده متحكم في 4 عناصر مختلفه، الرياح والجاذبيه والنار والارض، مين معلمك؟ كاي ضحك وقال له مفيش حد يستحق يكون معلمي. وبعدها اعلن انه هيقضي على عشيره مانغ بالكامل. اطلق عشرات من زهور اللهب الجهنميه تحت رجليهم، وكل واحده منهم كانت مليانه بطاقه انفجاريه ضخمه. ولكن ايبيس ضرب الارض بعصايته وفعل مجال الماء، وخلال لحظات بخار مائي بارد غطى المكان كله، وزهور اللهب اتجمدت مكانها قبل ما تنفجر. شيرو وقتها لاحظ ان ميه ايبيس مش طبيعيه لانها كانت بتمتص الحراره نفسها،
وفي اللحظة دي النظام ظهر لكاي بحل جديد، لو ضحى ب10,000 نقطة شيطانية يقدر يسرق التحكم بعنصر المية من خصمه. فعلى طول ومن غير تردد كاي وافق، وبشكل غريب بدأ يضعف طاقته بنفسه وكأنه استسلم. أما إبيس فافتكر إن المعركة انتهت، فحبس كاي داخل سجن مائي ضخم، والضغط جواه كان كفيل يسحق الحديد نفسه. وقبل ما يتحرك من مكانه سمع صوت كاي خارج من جوه السجن وبيشكره على المية، وفجأة كل المية اتحولت للون الأسود. وفي نفس اللحظة اتفتح الشيطان الرابع، علامات زرقاء ظهرت على جسم كاي وقوة مائية أقدم وأقوى من قوة إبيس انفجرت جواه. وفجأة السجن المائي اللي كان المفروض يقتله بقى تحت سيطرته بالكامل. المية بدأت تدور حواليه واتحولت لرمح مائي عملاق. إبيس اتصدم لأنه قضى عمره كله يدرس عنصر المية، ومع كده عمره ما شاف حد بيسيطر عليه بالشكل ده. كاي بصله وقال له قدام شيطان الماء قوتك دي ولا حاجة، وبحركة واحدة من إيده أطلق الرمح. إبيس حاول يوقفه بكل دفاعاته ولكن كل الحواجز المائية اتحطمت، والرمح اخترق كتفه مباشرة وثبته في الجبل الموجود خلف مقر عشيرة. وفي اللحظة دي نجحت عملية السيطرة على عنصر المية بالكامل، وتقدم فتح شيطان الماء وصل ل 15%. كمان كاي حصل على قدرة جديدة، أي هجوم مائي هيسيبه من دلوقتي مش هيأثر فيه نهائي، وهيتحول لطاقة تستعيد قوته بدل ما تضره. المكان كله دخل في حالة صمت، لأن الجميع شاف إيبيس صاحب المستوى 38 وهو بيتهزم على إيد كاي صاحب المستوى 16. بعدها كاي نزل قدام ماجنوس وفي إيده الشمال قوة النار وفي إيده اليمين قوة المية، وبصله وقال له هل عندك أي كلمات أخيرة؟ ماجنوس كان منهار تماما، وأخيرا فهم إنه ما كانش بيواجه مجرد شاب عادي، وإنما كان بيواجه شخص ممكن يغير العالم كله. في النهاية بص لكاي وقال له أنت كسبت، لكن كاي هز راسه وقال له لا، دي مجرد بداية حكمي. وبعدها أطلق نار شيطانية أشعلت المقر الرئيسي لعشيرة منغ بالكامل، وفي الليلة دي سقطت عشيرة منغ. أما عشيرة تشين فهرب اللي باقي منها. كاي وقف وسط النيران وهو باصص ناحية العاصمة، المكان اللي مستنيه فيه الأشخاص الحقيقيين اللي كانوا السبب في سرقة فئته ومحاولة تدمير مستقبله. وساعتها قال مع نفسه لما جمع قوة الشياطين التمانية كلها مفيش حد هيقدر يقف قدامي. وفي نفس اللحظة ظهر إشعار جديد من النظام، الهدف التالي هو التوجه للاختبار الإمبراطوري الكبير، المكان اللي فيه أقوى المواهب وأخطر القوى في دولة التنين. وهناك هيبدأ الاختبار الإمبراطوري الكبير اللي بيتنافس فيه أفضل العباقرة من كل أنحاء العالم. لكن هدف كاي ما كانش مجرد المشاركة، النظام اداله المهمة الجديدة وهي التغلب على نخبة الجيل الجديد والحصول على نواة الرعد. وده لأن نواة الرعد هي المفتاح لفتح قوة الشيطان الخامس، شيطان نسل الرعد. ومن هنا رحلة كاي ناحية العاصمة بدأت رسميا.